ليش 11 لاعب؟ اهلا وسهلا فيكم في حلقه جديده في برنامجكم قهوه كرويه اللي بيجيكم مني انا فراس قدومي. قبل فتره كنت جالس انا وصديق الي ومندردش مع بعض، فسالني سؤال رياضي وقال لي: فراس، ليش 11 لاعب؟ فانا بقول له: كيف يعني شو ليش 11 لاعب او شو الفكره يعني؟ بقول لي: ليش مثلا تشكيله الفريق 11 لاعب؟ ليش مش 12 او 10 او مثلا اكثر او اقل؟ يعني شو السبب انه خلوه اختيار 11 لاعب؟ بصراحه سؤال يعني فكرت فيه من زمان او مثلا اجى ببالي من زمان، ولكن عمره ما شغل بالي زي لما شغل بالي الفتره هاي، وخلاني ادور وابحث واتساءل ليش بالفعل في 11 لاعب. قبل مئات السنين كان في لعبه في ايطاليا اسمها الكالتشيو فيورنتي، وتحديدا في عام 1700 كان يمارسها الطليان، وهي لعبة تقتصر على الكرة تلعب بالأيدي، مثل شبيهة يعني مثل الكرة الأمريكية أو كرة الرugby اللي بتمارس مثلا في بعض الدول. كانت رياضة ولعبة ذو شعبية في إيطاليا، وكمان كانت تمارس من قبل الأغنياء، ورياضة عنيفة جدا. الرياضة هاي وشعبيتها في إيطاليا ألهمت الإنجليز إنهم يخترعوا لعبة أو يكتشفوا لعبة لهم خصيصا، فكانت بداية كرة القدم. طبعا كانت كرة القدم تمارس عندهم في الشوارع، في الحارات، في المناطق الشعبية، بدون أي ضوابط، بدون أي قوانين أو أي جهات مختصة تتحكم في اللعبة. في نهاية القرن التاسع عشر انتشرت كرة القدم في إنجلترا، وأصبح هنالك أندية وفرق تتنافس وبيعملوا مباريات ضد بعض وبيتشاركوا مع بعض في عمل بطولات محلية. وكان بعض يعني في بعض المناطق كل منطقة لها اتحاد أو لها قوانين لحالها أو لها اتفاق مع بعض لحال. في قوانين موجودة حاليا عندنا أو بنشوفها وبنمارسها وبنسمع عنها، ولكن ما كانت موجودة زمان، مثل كثير قوانين: الحكام، الحراس، خطوط الملعب، المرمى. فكانت كثير قوانين هنالك، ومن ضمنهم عدد الفريق وعدد اللاعبين اللي بيشاركوا في المباراة. بداية كان يشارك بكل مباراة 28 ضد 28، منهم 4 حراس، وممنوع الحارس يمسك بإيده، فكان في بعض القوانين صعبة. هذا الموضوع خلى بعض الفرق تفكر إنه العدد كبير والسيطرة عليهم صعب، وكمان في معضلة كانت تواجههم كلهم، إنه الملعب ما بيتسع لهم. والأهم برضو كمان كانت إنه فريق أحمر بده يروح يلعب ضد فريق الأزرق، فريق الأزرق معهوش إلا 19 لاعب، لأنه كان العدد كبير، فصعب إنك تلاقي مرات العدد أو يكتمل العدد، فكان يضطر الفريق الأحمر ينزل ب 19 لاعب. فهنا كان في معضلة، فحبوا إنهم بعدين يوحدوا العدد يكون نفس الإشي. ويقال بعض الأقاويل يعني إنه في 3 قصص أو 3 أسباب لاختيار رقم 11 يكون في الملعب. هنحكي ال3 أسباب في اختيار 11 لاعب يكون هم الأساسيين وتشكيلة كل فريق لما يتنافسوا ضد بعض. بداية راح أحكي عن القصة الأضعف، اللي هي إنه الرقم 11 كان هو يعتبر الرقم النظامي أو الحكومي في إنجلترا. كيف يعني النظامي أو الحكومي؟ يعني مثلا إنه مثلا الثكنات العسكرية كانت مثلا في كل ثكنة عسكرية تنحط 11 تخت. في المدارس الداخلية عندهم كانوا يحطوا دائما في كل غرفة 11 تخت. في المهجع السجون أو مثلا الأماكن المستشفيات الأسرة كانوا يحطوا 11 سرير. فكان الرقم 11 عندهم دائما يعني يعتبروه رقم حكومي أو رقم مثلا انضباطي لهم. فعشان هيك بيقولوا يعني أو بيحكوا إنه هون مثلا كان سبب اختيار 11 لاعب يكونوا في المباراة. وهذا أضعف سبب طبعا، وما حدا ثبته كثير، ولكن تناقلوا القصة هاي. السبب الثاني هو يعتبر يعني ممكن أو معقول، من المعقول إنه يعني يكون السبب صحيح، وهو إنهم لما كانوا يلعبوا مباريات ضد بعض ضلوا ينزلوا العدد من 28 ل 24 ل 21 ل 19 ل 18 ل 14، وبالاخير صفوا على 11 شافوه انسب شيء، وانه هو العدد مثلا بيقدروا يلعبوا فيه وبياخذوا راحتهم في الملعب، والامور بتكون طيبه معهم في ممارسه كره القدم. وهذا السبب طبعا الثاني، وبيعتبروه ناس انه مثلا هذا السبب معقول، انه جربوا الاعداد وبالاخير صفوا على 11. بس هي الفكره، طب ليش ما يكون رقم 10 مثلا؟ في ناس بيحكي يعني مثلا اوكي اشتغلوا على الموضوع هذا، طب ليش ما نزل لرقم 10؟ ليش رقم 11 بالضبط؟ يعني ليش مثلا مش رقم 12؟ فهون كان في برضو بعض الخلاف. السبب الاخير واللي انا بعتبره انه هو المعقول او هو اللي يعني قوي جدا وبشكل اكبر هو المعتمد وكثير قصص عليه، اللي هو انه في انجلترا في لعبه كانت اشهر من كره القدم، او قبل ما تنتشئ كره القدم كانت في لعبه شهيره جدا عندهم وهم لحد الان بيمارسوها، وهي لعبه الكريكت. لعبه الكريكت نظامها او التشكيل داخل الملعب تتكون من 11 لاعب، وعلى اساسها او على السبب هذا اختاروا انه 11 لاعب يكون.
ويقال يعني يقال بشكل كبير انه اللي اول من مارس كره القدم بشكل نظامي يعني كفرق اللي هم لاعبين الكريكت نفسهم. كيف يعني نادي الكريكت مثلا الاحمر كان بالصيف يلعب كريكت وكان عنده منافسات كريكت وبطولتهم، لكن بالشتاء يقعد ما في عنده بطولات، فعشان يحافظ على لياقته ويحافظ على حضوره الذهني ويقدر يمارس الرياضه بشكل سليم ويحافظ على نفسه كان يمارس لعبه كره القدم. ومن هنا انطلقت انه زي ما كانوا ال11 نفسهم يجي يلعبوا 11 فعملوها نفس الفكره، ويقال هذا السبب هو الاقوى والقصص اكثر له، عشان هيك تم اختيار 11 لاعب. بتخيل انه بالفعل كيف كانت قوانين زمان وكيف كان الاعداد كبيره في الملعب، وفي بعض القوانين تم تعديلها كيف لو احنا لساتنا عايشينها. كرة القدم تطورت بشكل رهيب عما سبق، القوانين كثير تطورت، القوانين كثير تغيرت، تم تعديل كثير اشياء. عشان هيك دائما احنا بنسمع قصص غريبه وبنستغرب انه كيف كان اختيار يوقع مثلا على القانون الفلاني، كيف كان زمان مش موجود او موجود بشكل ثاني، كيف كان المرمى شكله، كيف عدد اللاعبين كانوا، كيف خطوط الملعب، كيف كانت الانذار الصافره موجوده ولا مش موجوده. فهي كلها قوانين وكلها تطورات في كره القدم. مثل ما بنلاحظ الفتره هاي قاعدين بنشوف الفار كان زمان موجود مش موجود الفار، فنيجي زمان نقول كيف الفار بعد كم من سنه راح نيجي نقول كيف كانوا عايشين بدون الفار، او كيف كانت كره القدم بدون الفار. او زي ما بنحكي هسه احنا هذا كان يجيب اهداف وقت ما كان تسلل مثلا، فراح يجي وقت ناس يحكوا كيف بيجيبوا اهداف، هذا ايام كان يجيبوا بطولات او اهداف لما ما كان في فار. الله يعطيكم العافيه، اتمنى اني وفقت في نقل القصه بشكل بسيط لكم. كنت معكم انا فراس القدوم من برنامجكم قهوه كرويه. السلام عليكم.